في لحظات في حياتنا بتعلم في القلب، ما تتمسحش من الذاكرة أبدا. من اللحظات دي لحظة اسمها المواساة. فلان واساني وأنا مقهور، فلان واساني لما فقدت أغلى حبيب، فلان واساني لما عيت واشتد عليا المرض. بس فلان ده ما قالش ولا كلمة، فلان ده حضني وفضل قاعد جنبي بيسمعني، ما سابنيش أشيل الحزن ده لوحدي واتقاسموا معايا. يعني مثلا ساعة حادثة الإفك الناس أهانت السيدة عائشة، معظمهم جم عليها لدرجة إنها قالت ولا أكتحل بنوم، حتى ظن أبواي أن البكاء فالق كبدي. قلب موجوع من تقل الظلم. في عز اللحظات المؤلمة دي دخلت عليها واحدة من نساء الأنصار، ما اتكلمتش ولا كلمة ولا قالت اصبري احتسبي. كل اللي عملته إنها قعدت جنبها، عيطت معاها، متعاطفة مع أحزانها ووجعها، بس كده.